بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعيني الكرام، جبت لكم اليوم وصفة رائعة وفعالة جدا لكل من تعاني من القمل في شعر بناتها أو أبنائها، وخاصة منذ الدخول الاجتماعي وان تكثر العدوى، وين يولوا البنات ديما ايديهم في شعرهم وديما يهرشوا تجيهم هكا الحكة الشديدة. ومش معناها لا سمح الله دليل على انك مش نظيفة او ماشيك معتنية بطفلك او طفلتك، لانه اكثر 70% من الانتشار القمل في هذه الايام وهذه السنوات الاخيرة هو العدوى. اما يكون صغيرك في الروضة او يكون في المدرسة. وعلى فكرة القملة هي ليست طرزان أو قرد باش تنتقل من شجرة إلى شجرة، هي مجرد حشرة لا ما عندهاش لا أجنحة وما عندهاش أرجل تمكنها من أنها تنط من شعر لشعر. لكن دائما تتبعوا الوقاية، وين إنكم أولا القبعة تاع الرأس ما تتلبسش، ما تتبدلش بين الأولاد من راس لراس. كذلك المخايد اذا كنت عارفه، كاين حتى في الاقارب لما يجوا يباتوا عندك كل حاجه، المخده او الوساده كذلك هي سبب للعدوى. الاحتكاك لما يكونوا في الروضه المدرسه يلعبوا مع بعضهم، وكي عارفه شعر البنات لما يلتصق مع بعض ويكونوا يلعبوا او يحضنوا بعضهم اثناء اللعب، هنا الكارثه وين ينتشر القمل. وفي مده 15 يوم وين هكا حتى هكا السيبان وهكا البيض نتاع القمل، وان يصبح قمل حقيقي وانتشاره شديد جدا ومرعب في الحقيقة. ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفتين، وكاين الوصفة الاولى راح تكون عبارة عن وقاية. على فكرة كاين دواء في الصيدلية، لكن الكثير يشكو من الغلاء نتاعه وانه قليل، ديريه مرة، ممكن مرة ما تكونش كافية، والعبوة شفتها صغيرة وما تكفيش. لذلك هذا الوصفات هذم ما راح تكررهم اكثر من مرتين 3 مرات، مع الوقاية باذن الله راح يصفى راس شعر بنتك او ابنك، ما يكونش كاين هناك مشكل. فقط اول حاجه راح نديرها هي الوصفه الوقائيه اللي راح نديرها، هي اني نجيب حبات من القرنفل، ومكونات متوفره عندكم في كل بيت تلقوها المكونات او تقتنوها من عند العطار. كنت غليت شويه ماء، نجيب هذه العلبه الزجاجيه وكنت غليت شويه ماء نصبها فيها، نخلوه على جنب، ما نسلقوش او ما نطبخوش، نخلو هذا الوصفه عن جهه. نقولكم بعد وش راح تديروا بها. نخلو القرنفل يطلق جميع المكونات اللي فيه في هذا الماء المغلي، ونرجع نقول لكم وش راح نعملوا بها. اول وصفه راح نقدمها لكم، قلت لكم مكونات متوفره عندكم في البيت، هي ملح، ملح موجود في كل دار، والخل. هنا عندي الخل الاحمر او الخل الابيض كيما تحبوا. اول حاجه اني راح نخلط هذه المكونين في بعضهم، والكميه على حسب شعر بناتك او تقدري تضحي بالكميات. هنا راني درت ملعقتين كبار من الملح، وكما شفتي فنجان من الخل. تخلطي مليح. طريقة الاستعمال هنايا تجيبي بنتك او حتى ابنك، كاين الاولاد اللي يجيهم هناك شعر عنده قابلية للعدوى، ما الشعر الناعم والطويل والكثيف هذا دائما عنده قابلية شديدة للعدوى. وانا عانيت منه في وقت في حياتي، انه بنتي شعرها بسرعة ما يلتقط العدوى. كنت نتعب كثير كنتش نعرف واش ندير. كل يوم كنت نغسل لها شعرها ونمشط هذه الفلاية معروفة عند الكثيرين، كل واحد واش يسميها، عندها هذه السنان الرقيقة. كنت كل يوم نغسل لها شعرها، طيبت لها راسها. ما كنتش نعرف هذا الوصفات هذه اللي تسهل الحقيقة المهمة على كل تجيبي شعر بنتك اللي تشققي وتحطيه لها في رأسها، وتحاولوا انكم تفركوا به على الشعر، ما تركزوش على الجلدة او على الجلد تاع الراس، لانه احيانا من هاك الاكله والهرش الصغير يجرح روحه، راح يحرق هذا الخل والملح. بعد ما تكونوا حطيتوه على راس او في شعر الولد او البنت، والبنت اكثر لانه شعرها يعود ياسر،
تغطيه لها بكيس بسولوبان بابي فيلم او بكيس بلاستيكي. ولازم تسكروا عنه الهواء، لانه القمل راهو يتنفس وراهو كائن حي، راح يختنق بهذا الطريقه. اذا سكرتوا عليه الهواء تخلوا مده ساعه او حتى ساعه ونصف. والكبار يعني تقدروا تتحملوا حتى فوق الساعتين، لانه كاين نساء تنتقل لهم العدوى من اولادهم، وهذا شيء طبيعي وماهوش عيب. تسكروا قلت لكم عليه، ما تخلوش يتنفس هكا الراس، هذاك ديروا البلاستيك باش يختنق القمل الموجود. والخل عنده خاصيه انه راح يحتحت معناها هكا البيوض تاع الهيبوش، نقول عفوا السيبان هو بيض القمل. الهيبوش يعني القملة الصغيرة جدا حديثة كنت جاد ما فقست يعني. المهم راح يحتحت هكا البيوض يعني قبل ما تفقس. الميزة اللي فيه يعني هكا يتحتحت. المهم من بعد تغسلوا الشعر صغيركم في الحوض، في لافابو او في باسينة، قصعة كبيرة تاع بلاستيك. اللي ما يفهمش وش معنى باسينة، وتمشطوا بعد ما تنشفوا له شعره شوي. تجيبوا هذه الفلاية وتمشطوا بها وتسحبوا، يعني راح تسحب لكم الكثير والكثير. يعني راح الجزء الأكبر كله راح يتنحى من أول استعمال لهذه الوصفة. ومن بعد إذا شفتوا مازال شوي ترجعوا تكرروا يعني مرة في الأسبوع، لأن الوصفة في الحقيقة قوية على راس صغير. ديروها مرة كل أسبوع لل3 مرات راح يصفى بإذن الله الصغير. واش تديروا بعد ما تديروا هذا الوصفة هذه؟ وشو الحاجة اللي باش ديروها الوقائية؟ تجيبوا هذا الماء ومازال هنا ما طلقش يعني الفائدة نتاعه. تجيبوا هذا ماء القرنفل بعد ما يبرد وتصفوه وتحطوه هكا في قارورة بخاخة. كل يوم تجي تمشطي شعر بنتك، ديري لها يعني شوية في فروة الرأس وتمشطي وما تغسلوش. يعني القرنفل جيد للشعر، يطيل الشعر، عنده العديد من الفوائد وريحته رائعة. ما راحش يعني راح يقي الشعر من يعني ما يكونش الشعر عنده قابلية للعدوى. ننتقل الآن للوصفة الثانية، وهي وصفة حتى هي رائعة وفعالة بشهادة الكثيرين. نجيب صابون الملابس. نجيب صابون الملابس اللي فيه حبيبات هذه الحمراء او البول تولي اورانج هكا برتقاليه وزرقاء. نجيبه ونحطه. تجيبي ولدك صغيرك ابنك او بنتك للحوض لافابو نتاع الحمام بعد ما تكوني مشطي لها شعرها، خاصه بنك سلكي لها شعرها مليح، وتحطي لها يعني يولي وجهها الفوق. تحاولوا يعني تكونوا حذرين حتى على العين تاع الصغير باش ما يجيهاش هذا الصابون. تحطي لها شعرها على القفا نتاعها، يعني تحطيها وتبلي لها شعرها شوي، تبدي تدردري، تبدي ديري هذا الصابون تدردريها لها على فروة الرأس. ونفس الشيء تركزي على الشعر، ما تركزيش على الجلد. كما قلت لكم تولي مجروحة من الحكان والهرش راح يحرقوا. وتديري هذا الوصفة. كذلك الصابون هنا واش راح يدير؟ راح يدير نفس الحاجة اللي يديرها الخل، هو انه راح يحتحت هكا السيبان او بيض القمل، راح يتحتحت يعني قبل ويموت، قبل ما يزيد يفقس ويزيد يتكاثر ويزيد يسبب العدوى. المهم في المرة الأولى تغسلوا الشعر مليح وتحطوا له هذا. بعد ما تغسلوا كذلك ديروا بلسم للشعر أو سيروم للبنت أو للولد، يعني لأنه هذا ينشف الشعر في الحقيقة، لكن راح ينظفوا. وتعاودوا الكرة. واش تديروا بعد ما تديروا هذا الوصفة؟ بعد ما تغسلوا شعر البنت أو الولد تجيبوا هذه الخراطة، كاين يسموها كل واحد وش يسموها، احنا نسموها الفلاية. ونجيبوا هذا الخيط الكبة. وش ندير الفلاية هنايا؟ نبدا يعني نعمرها بهذا الخيط، يكون خيط ابيض او خيط هكذا، يعني ما راحش ندير في الجهات الكل، دائما نتخطى بعض الاسنان وندير يعني هكا تصبح كأنها غرز. شوف تكون كأنها غرز، ربما مش واضحة ياسر. الكبة وردية والفلاية يعني كذلك تقريبا وردية كيف هكا. يعني نعمروها هذه الفلاية بالخيط هكا، نزيدو نتخطوا بعض الأسنان ونديروا الأخرى. نعمروها بهذا الخيط الفلاية اللي عندنا بهذا الطريقة، ونبدو نجبدو. يعني تشوفوا هذا الحاجز اللي تديروه تاع الخيط الكبة هنا راح يخرط لكم ويجبد كل شيء.
يجبط كل شيء، سواء القمل، سواء السيبان بيض القمل، سواء الهيبوش القمل الصغير البيبي يعني تاع القمل. وتنظفوا به شعر البنت او الولد، وخاصة البنات. تخرطوا مليح حتى وين يصفى شعراتكم. وتتبعوا دائما اسلوب الوقاية مع القرنفل. حتى في اي وصفة ديروها للقمل ديروا ديروا الوصفة تاع الماء، ماء القرنفل. قلت لكم لانها تقي، ما يكون الشعر قابل للعدوى. انا راح نعبيها بالخيوط حتى كي لقيتها ما تعمرت ياسر نزيد نعاود ندير خيط اخر، يعني كاني راني ننسج. كاني راني ننسج هكا، يعني تعمروها بالخيوط. وهذه كفكرة يعني فقط باش تسهل عليكم المهمة. وكاين واحد لابارا يبيعوها في الفارماسي، يعني هي راح تساعدكم وتكون أسهل المهمة عليكم من هذا الفلاية. لكن هذه المتوفرة للكثيرين يستعملوا هذه الطريقة، ونأكد لكم بلي حتى الطريقة هذه راهي فعالة جدا وتنفع معكم وتصفي لكم الشعر تاع ولادكم. والله نتمنى هذا الوصفة انها تفيد الكثيرين، ونفيد بها العديد من السيدات والأمهات اللي راهم يحتاروا. وفي الحقيقة كي يولي الصغير حاط ايده في شعره هو امر محرج جدا للام وللسيدة. تكون نظيفة، تكون امرأة حريصة على نظافة اولادها. لكن كاين بعض الناس وين يشوفوا يقولك مش لا هي بنتها وبولدها. لكن نأكد لكم باللي السبب الرئيسي هو العدوى، لأنه قليل جدا حالات شاذة وين تكون الأم ما تهتمش بصغارها لأسباب ما نقدرش ندخلوا في حياة الناس. نشكركم على الانتباه، ونتمنى يعني إذا تعجبكم الوصفة هذه ما تنسوليش الجيم والتعليق. واللي تجربها يعني ترجع للتعليق وتقولي إذا كانت نفعتها أو لا. إلى اللقاء في وصفة جديدة وفكرة جديدة من وصفات فنون وأسرار مطبخي مع أم أيمن.